أنتِ بتعملي إيه يا نشوى؟ والله أنا عارفة إن الطريقة اللي أنا باعملها دي غريبة أوي، بس دي أحسن طريقة ممكن تغسلي بيها البيض وتطلّعي الصفار لوحده والبياض لوحده، من غير ما الصفار يتكسر جوّه البياض، ولازم كده من غير جوانتي. أنا آسفة جدًا لإن هي already الصفار عشان تقدري تتحكمي فيه وتحسي بيه وتحسي إن هو موجود في إيدِك كده، فأنتِ مش محتاجة تكوني لابسة جوانتي، بتكوني غاسلة إيدِك كويس جدًا عشان في الآخر تاخدي كيكة هشة جدًا، 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 طعمها تحفة. ممكن تستخدميها في الحلويات، ممكن تستخدميها في التورت، آمم، تاكليها كده على الفطار الصبح غنية وطعمها جميل، بتطلّع كمية حلوة. أنا عارفة إن فكرة فصل البيض عند ناس كتير جدًا بيستصعبوها، إحنا هنا حطينا 5 بيضات في البولة بتاعتنا، وزي ما أنتم شايفين بمنتهى البساطة غسلت إيديّا وخدت الصفار بقيت أسحبه كده واحدة واحدة، واخلّي صوابعي تتخلل فيه كده البياض ينزل منه. حطيت معلقة كبيرة خل أو معلقتين صغيرين خل، هنحط عليه شوية فانيليا وهندخّلهم على العجين، وهنحط عليهم كوبايتين سكر. أنا هنا البياض بتاع ال5 بيضات حطيت عليهم 5 كوبايتين سكر، وحطيت الصفار على جنب هناك. أنا باعمل الحركة دي عشان هاوريكم دلوقتي بعد ما بيتضرب في العجين أو بالمضرب بتاع الكهربا، بُصّوا كإننا عندنا مارونج، يعني بقى فوم شديد جدًا وبقى عالي جدًا. باحط عليه الصفار وأوديه تاني يتضرب لمدة يعني نُص دقيقة. اللي هو يا دوبك الصفار يتقلّب جوّه البياض، وممكن تقلّبيه كمان عادي بالسباتولا بتاعتِك من غير أي مشكلة. هنا بقى هاحط كوباية من السمنة والزيت، أنا الكوباية دي خلطاها سمنة وزيت، وباحب معلش أستخدم سمنة بلدي عشان بجد بيغيّر طعم الكيك جدًا وبينقله في حتّة تانية، لو مش متواجد خلّيها كلّها كوباية زيت. هنا كوباية وربع لبن، يعني 300 جرام. وهنا 3 كوبايات دقيق بما يعادل 350 جرام، عليهم كوباية نشا، كوباية النشا دي بتخلّي الكيك أبيض وجميل. وبعد كده باحط عليهم كيس من محسن شيف، كيك شيف. محسن كيك شيف يا جماعة بيغيّر برضه في الكيك خالص، بس أنا هنا باتكلم في الكيك العادي خالص، مش باتكلم في كيك سفنجي ولا في كيك سبونج ولا الكلام ده خالص، أوكي. برضه قلّبتهم ما كمّلتش بالضبط في العجين لمدة دقيقة، يا دوبك بس المكونات كلّها اتجانست مع بعضها. لو فضلت أضرب أكتر من دقيقة، الفوم اللي أنا عملته في الأول ده كلّه هيضيع. أنا بس عايزة أحط الزيت مع اللبن مع الدقيق أقلّبهم كلّهم مع بعض، وباقلّبهم بأقصى سرعة لمدة دقيقة. خدت اللي أنتم شفتوه ده كده قوامه مبيض أوي بسبب موضوع البياض اللي إحنا ضربناه لوحده، بسبب موضوع النشا. الحاجتين دول بيبيضوا العجينة بتاعتي، الخل برضه بيبيض العجينة جدًا. أنا هنا دي كده تَكّة أنتم ممكن تستغنوا عنها خالص، بس أنا باحب أعملها عشان بتفرّح الأولاد. هو إن أنا آخد جزء من العجينة وألوّنه بألوان جل، هي طبعًا ألوان طعام مش مؤذية ولا أي حاجة، ولو أنتم مش حابين ما فيش مشكلة، أنا باعملها باقول لكم يعني هي بتبقى تَكّة كده إن الكيكة من جوّه بتبقى رخامية، لون مع لون، ممكن أي لون تختاريه أورانج، أصفر، أي لون أنتم بتحبوه يعني. ما فيش مش مشكلة، أنا أساس الوصفة هي بس الكيكة، الكيكة الهشة جدًا. بتدخل الفرن على درجة حرارة 180، في الرف اللي في النُص، مش باشغّل ولا مروحة ولا شواية، باشتغل بس الفرن نفسه. باسيبها على الشبكة اللي هي في النُص كده، باسيبها لمدة نُص ساعة و5 دقايق، وبعد كده أبتدي أختبرها. لو حسيت إن هي لسه نيّة شوية ممكن أسيبها كمان 10 دقايق، بس هي بتاخد لها يعني بالكتير أوي ساعة إلا تِلت في الفرن. بُصّوا بقى هنا بعد ما الكيك طلع، يعني أنا سِبته بس ساعتين كده يبرد عشان خاطر لمّا أمسكه معاكم ما يتفتفتش وتشوفوه. مش هاحكي لكم هَش قد إيه، مسامه واسعة قد إيه، جميل جدًا، جدًا. مش مسامه واسعة، مسامه كتير، يعني في هوا كتير داخل له. عايزة أقول لكم إن هي ممكن نحشي منها كيك، نعملها تورتة. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنى رأيكم، والسلام عليكم.